معانا ببرنامجكم من كل بلد أكلة، والنهارده يوم الجمعة معاكم شيف خالد علي. ببارك طبعا لكل المصريين وللإخوة المسيحيين بمناسبة العيد إن شاء الله. طبعا احنا الحلقة دي كنا قايلين الحلقة اللي فاتت إن احنا النهارده هنعمل أنواع من السويس رولات اللي هي هنعملها بألوان وبتكنيك مختلف خالص عن اللي احنا عملناه قبل كده، وكنا هنطلع منها تورتايه بمناسبة شم النسيم. ولكن جالي تليفونات وفي ناس كتير من الناس اللي بتتواصل معايا على الفيسبوك طلبوا ان احنا النهارده نخليها حلقه عن المنتجات الخاصه بالعيد اللي هي زي الكحك والمعمول والبسكوت، فنزولا طبعا لرغباتهم ولان احنا بنتواصل مع بعض وبنحقق اللي انتوا عايزينه. فاحنا النهارده هنعمل ان شاء الله هنعمل المعمول بطريقه سوري محترمه جدا، وهنعمل كمان الكحك اللي احنا عملناه. وانا اول واحد عملت الكحك على البارد من خلال الميديا، ودلوقتي انتشر في كل المصانع ان الكحك اللي على البارد اتقدم وبدا يتعمل وبدا ياخد مساحه كبيره جدا جدا، وطريقه سهله وطريقه ظريفه جدا بتعجب الناس كلها. فهنعمل الكحك على البارد، وهنعمل ان شاء الله كمان المعمول، وهنقدم كمان البسكوت هنعمله بطريقه برضو ظريفه جدا هتعجبكم. بسكوت الكيس وممكن ازاي يتعمل ويتقدم مانوال او يتعمل بالايد من غير الكيس. اول حاجه عندي هنعملها ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الكحك بتاعنا. الكحك اليدوي العادي خالص البلدي اللي هو المصري اللي معروف في مصر، لان الكحك المصري هو بيوازي المعمول اللي بيتعمل في سوريا او بيتعمل في لبنان او بيتعمل في بلاد الشام. تقريبا هي نفس الفكره، هي نفس الكحكايه، هي زي المعمول، فده بيتسمى المعمول المصري او الكحك المصري. ممكن اضيف على الكحك شويه سميد لو انا عايز اديله تيست مختلف شويه عن الكحك العادي. احنا النهارده هنقول ازاي ممكن اعمل الكحك. كحك بسيط جدا عباره عن دقيق، عندي بحط نص كيلو دقيق، بحط عليهم تقريبا 300 جرام من السمنه. هنجيب بس السمنه انا حطيتها في الفريزر عندي. بجيب نص كوبايه او نص فنجان من السمسم. بجيب ريحه كحك، معلقه صغيره ذره او نص معلقه صغيره من الملح. بجيب بيكنج باودر وانا بركز على البيكنج باودر، وعندي الخميره. يبقى كده المكونات بتاعتنا كلها جاهزه معانا. هنقول دلوقتي هنعمل ايه. السمنه بقدحها او بسقعها كويس جدا، بقدحها واخليها تجمد عندي. يبقى انا عندي 300 جرام من السمنه مقدوحه، وبحطها في الفريزر. بعد ما تتقدح تتحط في الفريزر تجمد. بعد ما تجمد عندي تعالوا بقى نبتدي خطواتنا واحده واحده. واحنا بنحط حاجتنا كده في قلب المكنه هنقول احنا بنعمل ايه. بحط كده الاول السمنه بتاعتي هحطها الاول، وهنقل لك المكنه اللي انت عايزها. هنفصل كده البوتاجاز وهنقل لك المكنه عشان تتفرج. انا عارف ابراهيم عز بيموت في كده. السمنه عندي اهي، هنطفي ده كده ونجيب المكنه بتاعتنا. هنجيب المكنه في حته كده تكون بعيده كويسه كده. ابراهيم انا مش عايز بس سخونه. المكنه هنا اهي عشان بس تشوفوا معانا احنا بنعمل ايه. اول حاجه عندي كده المكنه اهي، هجيب الكف بتاعنا. يبقى عندي كده عندي في المكنه حطيت السمنه موجوده اهي في المكنه قدامكم، وهحط عليها السكر حوالي معلقتين سكر بودره، معلقتين لمعلقتين ونص سكر بودره. لا في حاجه مش مظبوطه. هبتدي اشغل. خليك معايا يا ابراهيم لحظه واحده. لا خلينا بس الاول هنا عشان البوتاجاز سخن. ونشغل كده المكنه بتاعتنا. اهم حاجه الفيشه زي ما قلنا قبل كده. واشغل كده وابتدي اضرب السمنه اللي احنا قلنا السمنه بعد ما اسيحها واقدحها كويس جدا. بحطها في الثلاجه تجمد عندي. احط عليها السكر، معلقتين سكر عندنا حطيناهم، من معلقتين لثلاثه كبار سكر يتحطوا عندي ويبتدي يضرب معايا. بعد ما يتضرب عندي كويس، بعد ما اضرب المكونات عندي دي كويس، هيبتدي يمتزج كل الخليط بتاعي كده مع بعضه، ويبتدي ياخد اللون الابيض، اللون الكريمي. السمنه عندي هتبتدي تاخد لون، وهو ده اللي انا عايزه. فبضربها بسرعه اعلى لحد ما تبتدي تربط عندي وتاخد الشكل بتاعنا. نبتدي احنا هنا نجهز باقي مكوناتنا. هنجيب طبق كده
ونبتدي اجيب منديل ونشف كده الطبق لو في اي ميه في اي حاجه، عشان ابتدي اعمل مزج للمكونات بتاعتنا. وكده السمنه عندي بتتضرب. يبقى احنا قلنا ازاي بنعمل الكحك عندنا. قلنا بخلط الكحك الاول العجينه بتاعتي، وبحط عندي خميره. هنجيب شويه ميه صغيرين، نقول بقى مقاديرنا تاني نراجع مع بعض. هاخد شويه ميه الاول هنا اهو مكان السمنه، شويه ميه تقريبا ممكن 50 مللي ميه على حسب حاجه العجين عندي، او هتحتاج مني قد ايه. هاخد ذره ملح الاول معايا على السمنه هنا اهي، ربع معلقه صغيره ملح. وعند الميه هنا هاخد معاها الخميره. بالنسبه للكحكه هاخد معلقه للنص كيلو، معلقه خميره اهي، وادوب الكلام ده. واديها رشه دقيق كمان علشان البكتيريا عندي تبتدي تنشط وتاخد معايا، تبتدي تاخد الخميره وتبتدي تنشط وتبتدي تشتغل وتبتدي تديني تتفاعل معايا بتفاعل اللي انا عايزه، وتلاقي حاجه تاكلها، لان احنا قلنا ان الخميره كائن حي. يبقى كده خلاص. كده الخميره انا جهزتها عندي اهي بالميه، وهركنها عندي على جنب كده تبتدي تشتغل براحتها خالص. وعندي الزبده او السمنه اللي انا حطيتها عندي المقدوحه بدات تندمج كويس جدا مع السكر، وهتبتدي تديني لون ابيض شويه. خلاص، يبقى مجرد ان هي تبتدي تاخد معايا الشكل ده يبقى كده كويس جدا. هنزل بالسمسم عليها وهتبتدي تخلط معايا المكونات كويس قوي. وانا حاطط على السمسم ريحه كحك، بحط معلقه صغيره من ريحه الكحك مع السمسم يتقلب مع بعضه. خلاص كده المكونات دي انتوا لما تيجوا تضربوا بقى، يعني انا دلوقتي اسرع، انا بضرب اسرع، انتوا تسيبوا المكونات دي تتضرب مع بعضها كويس قوي، اللي هو الزبده او السمنه المقدوحه مع السكر، مقدوحه ومتجمده، هسيبها تتضرب عندي اقل حاجه ربع ساعه في المكنه. يبقى عشان اعمل كحك على البارد ويديني طعم حلو ويبقى هش جدا وطعمه كويس قوي، اسيبه فتره، يعني لازم يتضرب وياخد القوام عندي ويندمج اندماج كويس جدا، وتبتدي المكونات بتاعتي تخش مع بعضها بشكل حلو، فيبتدي الزبده بتاعتي تعلى اكني بضرب بسكوت او بعمل بيتي فور. خلاص كده يبقى احنا كده عملنا العجينه. نقول تاني علشان استاذ ابراهيم المخرج بتاعنا شكله مش معانا النهارده، ما جاش. انا هنا عملت ايه دلوقتي؟ ضربت السمنه، ضربنا الايه؟ السمنه، وحطيت مع السمنه اللي هي مقدوحه. هقلب كده عشان بصوا حضراتكم السمنه لسه في الارضيه، في سمنه في الارضيه. بص يا بولا، انا بعمل ايه؟ بقلب ده كده اهو كويس، بخلط الخليط عندي كله اهو. السمنه حطيتها، حطيت معاها السكر، السمنه المتجمده حطيت معاها السكر، وهاخدها تاني تتضرب ضربه كمان عشان ابقى متاكد ان ايه؟ امتزجت كويس. وانا عشان احط عليها حطيت كمان على الخليط عندي ده، حطيت السمسم معاه، حطيت السمسم تاني. احنا لازم يتضرب معايا. مجرد ان هي تبتدي تبيض معايا هجيب هنا الدقيق. عندي الدقيق احنا قلنا تقريبا قلنا كام؟ نص كيلو دقيق اهو، اخلي منه شويه صغيرين، وهحط معاها معلقه. احنا حطينا هنا قد ايه؟ حطينا معلقه خميره. هاجي هنا احط مع الدقيق ده كمان بيكنج باودر. انا بحب اعمل الكحك بديله نص معلقه بيكنج باودر على الخليط، يبقى كده نص معلقه بيكنج باودر عندي. وحطينا ريحه الكحك، وعندي الخميره جاهزه. خلاص كده تعالوا نحط بقى ايه الكحك عندي هنا. نبتدي نبس بقى الكلام ده. هنبسه ازاي؟ هحط الدقيق عندي اهو، يبقى تحط ريحه الكحك، حطينا الدقيق، حطينا ملح، حطينا السكر، حطينا كل المكونات بتاعتنا. هنبتدي نبس العجين بتاعنا. هنبسه بايه؟
بالكف كده بالمضرب بقى، يبتدي يعجن كله مع بعضه، الدقيق يخش معايا مع السمسم مع السمنه بتاعتي المقدوحه المتجمده اللي انا قدحتها واتجمدت عندي وبقت قوامها جامد. يبتدي الخليط ده يتعجن مع بعضه، اعجنه واحده واحده لحد ما يبتدي يخش يمتزج مع بعضه كويس. اخر حاجه هحطها له ايه؟ عندي خميره مدوبها، عندي مدوب معلقه كبيره خميره مع شويه ميه، حوالي 3 معالق ميه دابوا مع بعض، ونبتدي ننزل بيهم دلوقتي ونشوف العجين بتاعنا عامل ايه. بس اهم حاجه يلم العجين، يلم نفسه، يتبس الكحك عندي يبتدي يتبس كويس جدا، احس ان العجين بدا يتشرب السمنه اللي موجوده عندي بمكوناتها كامله، اتشرب عندي وبقى تمام، ابتدي انزل بالمكونات الباقيه عندي اللي هي الخميره اللي اشتغلت عندي مع باقي الميه اللي موجوده اللي احنا هنحطها. كويس، يبقى كده العجينه بتاعتي بدات تشتغل. بتاخد معايا في مرحله البس دي تقريبا دقيقتين 3 بالمكنه. طبعا فاكرين انتوا زمان كان السمن بيتقرح وبحطه وابتدي ابس لحد ما العجينه ما تبرد معايا، السمن المقدوح يبتدي يبرد. احنا هنا وفرنا الشوط ده كله وعملناه بالطريقه البسيطه جدا اللي احنا بنعمل بيها دلوقتي. خلاص، يبقى احنا كده بسينا العجينه، نبتدي ننزل بالايه؟ بالخميره والميه. ابتدي انزل خميره عندي والميه كويس قوي، شويه ميه صغيرين. طيب يا شيف انا دلوقتي هل ممكن احط لبن بدل الميه؟ ممكن حضرتك تحطي لبن بدل الميه، مفيش مشاكل خالص. اهم حاجه العجينه بتاعتي تاخد القوام اللي انا عايزه، وما تكتروش الميه علشان الميه ممكن تعمل ايه؟ تنشف معاكم الكحكايه. لو انا ضربت الكحكايه كويس جدا زي ما احنا ما بنعمل كده، اتضربت معايا كويس، مش هتحتاج تاخد مني ميه كتير. يبقى كل ما ضربتها كويس كل ما خدت ميه اقل. هنسيب العجينه تبتدي تتعجن معايا لحد ما هتلاقوا العجينه بدات تتكتل مع بعضها. نخلي دي نطلع فيها العجين. بصوا العجينه تقلت خلاص، بدات تتكتل اهي وبدات تلم مع بعضها، وهوريكم الشكل والقوام بتاع العجينه حلو قوي. طبعا واضحه معايا العجينه اهي بدات تلم كلها على المضرب وبدات تتجانس. نبص عليها، بصوا العجينه عامله ازاي اهي، زي الفل. عجينه كحك جميله جدا، ناعمه وزي الفل. هسيبها كمان شويه تتخدم معايا، ريحه الكحك كمان بتظهر معايا اكتر. يبقى انا كده تقريبا العجينه بتاعتي جاهزه. هنشيل العجينه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، يعني ما عنديش حاجه في المكنه باقيه من العجينه اهي. عجينه الكحك بتاعتي اهي اهي، ادي العجينه. هسيبها قدامي، شايفين كده العجينه. تعالوا نعجن على طول الايه؟ البسكوت عشان نلحق، عشان احنا كل حاجه هنعملها وهنطلعها مع بعض واحنا شغالين، مش هنسيب حاجه لبعدين. نقول بقى كده البسكوت معانا. تعالوا نقول مع بعض كده البسكوت بقى واحده واحده بالراحه. الكحك اهو هسيبه يرتاح بس ثواني، انا مش محتاج اريحه، بس انا عشان اعجن تاني الكحك بتاعنا هنخليه يرتاح. نقول دلوقتي البسكوت عباره عن عندنا البسكوت بتاعنا اللي احنا هنعمله عباره عن 2 بيضه. هجيب بيضتين، 2 بيضه كبار. بحط عندي فانيليا، شويه فانيليا صغيرين، هنحط ذره فانيليا صغيره. بحط معايا نص باكو من البيكنج باودر على الكميه اللي احنا هنعملها دي، ممكن باكو بيكنج باودر كامل من نص الباكو. لو انا هحط نشادر هحط نص باكو بيكنج باودر ومعلقه نشادر وادوبها في شويه لبن. 350 جرام من الزبده وحوالي 225 جرام من السكر. هاخد الزبده في المكنه اهي، زبده مع السكر 225 مع 350 زبده، وهبتدي ايه؟ اضرب الخليط مع بعضه. ده مش دخان يا جماعه، ده السكر البودره. كويس، يبقى انا كده بضرب ده مع بعضه اهو. يبتدي السكر والزبده عندي يضربوا. هنا بقى ليه انا نزلت بده دلوقتي؟ علشان ده هياخد وقت
مش هينفع ان انا اعمله بسرعه، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل ده بسرعه واقول ان انا مش هياخد معايا وقت في الضرب في المكنه. ده لازم يتضرب في المكنه، ياخد اقل حاجه تلت ساعه ضرب في المكنه. على ما يجهز ده اكون انا عملت ايه؟ مدام منى. السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام منى. كل سنه وانت طيب. ازاي حضرتك؟ وكل اسره البرنامج بخير ومصر كلها بخير. وحضرتك بخير؟ الحمد لله يا شيخ. شيخ بعد اذن حضرتك، عايزه لو انا هعمل كيلو معمول. ايوه. اديني مقادير كيلو معمول. ايوه. ما تقوليش 300 جرام ولا 200 جرام، اديني كيلو معمول. طب انا هسأل سؤال بس. هعمله طب احط قد ايه سميد وقد ايه دقيق وقد ايه سمنه وقد ايه بقيه محتويات. احنا هنعمل دلوقتي المعمول السوري. هعمله حالا يعني انت لو طيب انتظرتي ثواني. ثواني. مقادير كيلو من كل حاجه، قول لي مقادير كيلو. عينيا حاضر. تسلم عينيك ربي يخليك. شكرا ليك يا مدام منى. بمناسبه المعمول، انا بهدي المعمول لان كنا اتكلمنا قبل الحلقه على طول، كانت بتكلمني مدام وجنات وطلبت ان احنا نعمل المعمول بالطريقه السوري، مش الطريقه العاديه اللي هو بنحط كميه من الدقيق على كميه من السميد. فاحنا النهارده بنعمل لها المعمول السوري. كويس؟ يبقى احنا كده عندنا الخليط اهو. الخليط اهو، هبتدي اقلب كده، اقلب السمنه مع السكر او الزبده. هنا زبده صفراء. في حد يقول لي طب يا شيف انا ممكن اجيب سمنه واعمل بيها البسكوت؟ البسكوت لازم يكون زبده صفراء، يفضل انه يبقى زبده صفراء وزبده. انا قلت قبل كده انا ما بحبش اشتغل بنيفون. خلاص؟ يبقى احنا بنشتغل بزبده صفراء. تعالوا نقطع الكحك بتاعنا ونشوف اخباره ايه. نجيب كده صاج اهو. هجيب الكحك بتاعنا. الكحك اهو، العجينه بتاعتي ابتدي اخدمها، اشكلها بالايد. بصوا العجينه اهي، ابتدي ارصها عشان بولا ياخد باله معايا. نجيب باقي مكوناتنا هنا. هقطع كده اهو العجينه بتاعتي اهي، والف الحجم اللي انا عايزه بقى في الكحك. الف كده واحط الكحكايه بتاعتي اهي. تاني بصوا الكحكايه متجانسه، اقدر اشتغل فيها على طول، ما اسيبهاش فتره طويله، واللي اكتر من كده اقدر اسوي على طول. يبقى احنا كده اهو بنعمل الكحك بتاعنا تاني اهو. مدام ليلى. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيف خالد؟ ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك، دايما كده بتعملي حاجات كلها جميله. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبصحه وسلامه، وكل المصريين بخير يا رب وسعاده. حضرتك في المقادير البسكوت لقيت حاجه غريبه قوي، لقيت نص كوبايه بيكنج باودر. مش سامع. معلش مش سامع، بتقول يا فندم؟ حضرتك في المقادير نازله دلوقتي في البسكوت مكتوب نص كوبايه بيكنج باودر. نص كوبايه بيكنج باودر؟ انا استغربت. انا قلت طب حلو ده كلام جميل. المقادير في المقادير نص معلقه بيكنج باودر. صغيره ولا كبيره؟ صغيره يا فندم. و700 دي ولا 750؟ 700 ل 750 دقيق. ده هيتعمل بالكيس ولا بالمكنه؟ هنزل كده المقدار وهراجعه معاكي. بتقولي يا فندم؟ بالكيس ولا بالمكنه؟ بالايه؟ بالكيس ولا بالمكنه؟ ممكن يشتغل كيس وممكن يشتغل مكنه. كيس بيبقى ناعم شويه، ايوه، بتبقى خفيفه شويه. هشتغلها مكنه يبقى على طول. أيوة. بشتغله بالطريقه اللي بتقل شويه الدقيق، هيطلع معايا مظبوط ويشتغل في المكنه. دلوقتي نزلت 1 معلقه خميره للكحك. ايوه. يا ريت بقى حضرتك تقول لهم ينزلوا بسكوت بس بالمقادير بقى عشان المظبوطه، عشان اكتبها. الله يخليك. عينينا حاضر. نراجع تاني المقادير البسكوت. انا هقول مقادير الكحك تاني وهي موجوده قدامنا. نص كيلو من الدقيق، بحط عليه 300 جرام من السمنه المقدوحه المتجمده. ماشي، يبقى انا كده في الكحك اهو. بعد كده بحط عندي نص كوبايه من السمسم، والسمسم مهم جدا. نص معلقه مليانه من ريحه الكحك. كويس. نجيب البصمه بس نبصم الكلام الجميل اللي احنا بنعمله ده. دي خلاص كده المقادير. بحط معلقه ميه كمان معايا، معلقتين ميه او 3 على الكحك عشان يدي معايا القوام اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي. هجيب دي البصامه دي او العلامه اللي موجوده دي وابتدي اضغط كده. ودايما وانا بعمل الكحك اعمله ما اركنوش للاخر وبعد كده ابصمه. ابصم اول باول يا جماعه. يعني ايه ما اسيبش للاخر؟ لو سبت الكحك للاخر وجيت ابصمه بتكون السمنه الدقيق تشرب نسبه السمنه يبتدي يشقق معايا. خلاص كده الكحك. هناخد الكحك ده نوديه فين؟ نوديه الفرن على درجه حراره 180 درجه. اخش بالكحك عشان يستوي لحد كده كويس.
خليكم معانا هنا، احنا بنضرب البسكوت مش هستعجل عليه، وعايز المخرج يفكرني بيه واحنا شغالين. ماشي يا عم ابراهيم؟ تعالوا نقول دلوقتي احنا هنعمل مع بعض المعمول بالطريقه السوري الجميله اللي كلنا بنحتاجها وبنحب نعمل وناكل معمول بطريقه ظريفه. نقول دلوقتي هنعمله ازاي. الايه؟ مقادير البسكوت. عندنا 2 بيضه حجم كبير، البسكوت اللي احنا بنعمله ده 2 بيضه حجم كبير، بحط معاها شويه فانيليا صغيرين، نص باكو او نص معلقه كبيره بيكنج باودر، يا اما احط نص باكو يا اما احط نص معلقه كبيره بيكنج باودر، بحط معلقه نشادر صغيره بدوبها في معلقتين لبن، بحط 350 جرام زبده، 225 جرام سكر، رشه ملح اللي هي هحطها اهي، ادي رشه الملح اهي عشان ما ننساهاش، رشه ملح عندي على الخليط في المكنه وهي بتتضرب، حطيت الزبده ال 350 جرام زبده مع ال 225 جرام سكر بودره في المكنه يتضرب، بياخد عندي حوالي 20 ل 25 دقيقه ضرب في المكنه. حلو كده، هسيبه يضرب معايا كويس قوي. البيكنج باودر عندي، الدقيق موجود، فاضل البيض، اخر 3 حاجات عندي. عايز بقى اتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن المعمول. تعالوا نقول ازاي اعمل معمول. نقول كده حاجاتنا كلها للمعمول مع بعض بالراحه خالص. اول حاجه عندي في المعمول السوري بيعتمد على السميط، ومش انا اللي عامل المعمول ده، انا كان جه معايا بهديله طبعا التحيه شيف اسمه شيف ربيع، راجل محترم جدا، هو مش موجود في مصر. الراجل ده اشتغل معايا لمده تقريبا 3 شهور، عمل معايا المعمول بطريقه غريبه جدا ما كنتش انا عملتها قبل كده، اللي هو سميط بس، يعني ما بيشتغلش بدقيق، بيشتغل سميط بس. وقال لي ان موجود في حلب بيعملوا، كانوا في حلب في سوريا بيعملوا المعمول بنفس الطريقه اللي انا بتكلم بيها دي. في مقادير تانية للمعمول 1:1، 1:1، 1 سميط إلى 1 دقيق. يعني لو هعمل معمول عادي هقول لك دلوقتي عليه، بس خلينا نعمل الطريقه بتاعتنا اللي في الاول دي. بجيب سمنه مع زبده. بالنسبه للمعمول سمنه مع زبده، بجيب تقريبا المكونات بتاعتي هنحطها مع بعض واحده واحده. 150 جرام سمنه وزبده، انا حاطط تقريبا 50 جرام زبده مع حوالي 100 سمنه. هاخدهم هنا عندي اهو. بعد الفاصل وقبل الفاصل قلنا ان احنا هنبتدي نعمل المعمول، قلنا عندنا تقريبا 100 جرام سمنه معاهم 100 جرام سمنه، حوالي 50 جرام من الزبده. ده بالنسبه لمقدار المعمول اللي انا هعمله دلوقتي هو المعمول اللي انا شفته مع واحد شيف محترم سوري وعملته معاه. هاخد مع الكلام ده رشه ملح صغيره، ذره ملح صغيره كويس. بعد ما حطيت كده يبقى انا عندي 300 جرام سميط، 150 جرام من السمنه او السمنه مع الزبده، عندي تقريبا معلقتين او معلقه ونص دقيق، عندي سكر تقريبا هحط تقريبا معلقه من السكر، معلقه واحده من السكر اهي في المعمول اهو، معلقه واحده سكر. خلاص يبقى حطيت السكر، حطيت عندي على المعمول سكر مع السمنه وحطيتها عندي هنا. هاخد معايا معلقه من الخميره، معلقه صغيره من الخميره، وهبتدي اعمل ايه؟ هضرب الكلام ده. يبقى السكر عندي بصوا بضربه بمضرب يدوي اهو، يدوي. هضرب السكر والخميره كده مع بعض مع السمنه عندي، والسمنه بارده مش شرط تكون سخنه. وهعجن ده كويس اهو. ضربت السمنه معايا مع الخميره كويس قوي. وعندي هنا البسكوت ما تنساهوش، ده احنا بنضرب بسكوت. وعندنا في الفرن خلاص على وشك، ابص بس على اللي في الفرن يا جماعه. حلو قوي شغال عندي الفرن، الكحك خلاص ريحته كمان بدات تطلع. هضرب كده، احنا قلنا الكحك بدخله على 180. خلاص بصوا القوام اتغير عندي اهو. السكر مع الخميره، احط شويه ماء زهر شويه صغيرين هنا اهي، وهحط شويه تاني دلوقتي بعد ما نخلص. ضربت ده كده كويس. هجيب بقى عندي ايه؟ اشيل المضرب. خدوا بالكم دي الطريقه اللي انا بقول عليها،
اللي انا بعمل بيه اهو السميد حوالي 300 جرام من السميد. 300 حضرتك ممكن تضاعفي الكميه معايا، وهقول لك دلوقتي لو انت عايزاه تعمليه وتحطي دقيق يعني تعملي كيلو. الكميه اللي انا بعملها دي الانتاجيه بتاعتها تقريبا او الكميه اللي هتطلع منها حوالي 600 جرام، يعني لو ضاعفت الكميه دي تعمل معاكي اللي هو كيلو كحك، كيلو معمول. خلاص يبقى انا كده ضربت ده مع بعضه كويس قوي. خلاص هحط الدقيق، معلقه الدقيق اللي عندي اهي، معلقه المعلقه ونص دقيق، وابتدي اخدم. فاضل عندي حاجه واحده هحطها، الميه. دايما لما اجي احط ميه احب احط ميه، شويه ميه دافيين او ميه عاديه مفيش مشاكل. خلاص انا كده عجنت الخليط بتاعي اهو. فاضل عندي الخميره احنا حطيناها، هحط ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، واقلب كله يدوي اهو. يبقى انا عندي الكحك اتعمل، المعمول اهو بيتعمل. اخر حاجه احطها ايه؟ الميه. هجيب شويه ميه بقى، حضرتك حطي ميه دافيه. هاخد شويه ميه تقريبا معلقه ميه واحده. كويس، يبقى انا حطيت معلقه من الميه عندي على العجينه اهي، وابتدي اخدمها. هعجنها بقى شويه كده. خلاص بصوا هتبتدي تتكتل معايا، تبتدي تتعجن. اتعجنت اهي، بصوا حضراتكم شايفين بقت عجينه. المعمول بقى ايه اهو، بقت عجينه اهي يا جماعه. خلاص هاخد العجينه دي وهريحها زي ما هي كده، وهرش عليها شويه ماء زهر او مورد. احنا هنحط ماء زهر، هرش عليها شويه ماء زهر واركنها. وعندي الخليط بتاعي ده عين جمل، مديله شويه قرفه مع شويه سامولينا، دقيق سامولينا، وعجنتهم مع بعض واديتهم ماء زهر. هيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن احط فستق، ودي العجوه، وهقول لكم ازاي نعمل العجوه برضه. بس الاول نشوف الكحك بتاعنا ايه اخباره. الكحك ما شاء الله طالع زي الفل لحد كده كويس. عندنا البسكوت بيضرب، انا مش عايز اتوه الناس بس معانا دلوقتي واحنا شغالين. خلاص ده كده المعمول. هجيب اللي انا ريحته تقريبا ده، انا عجنه قبل الهواء على طول. عجنته وسبته يرتاح قد ايه؟ تقريبا نص ساعه دلوقتي من ساعه ما عجنته. احنا نسيبه من نص ساعه، من ربع ساعه لنص ساعه، واخده بعد كده. بعد ما يطلع عندي كده ابتدي ايه اعجنه. هتلاقوا اللون اختلف، لون العجينه بدا ياخد لون شويه مختلف. اعجنه هتلاقوا السميط ناعم معايا، يعني السميطه نفسها نعمت، بقت مختلفه. بقى القوام ملمس العجينه اختلف عن الاول تماما، بقت عجينه. حلو كده، كلام جميل. طب انا هعمل فيها ايه دي بقى؟ نبتدي نشوف هنقطعها بايه. في عندنا كذا طريقه للتقطيع. في اللي هي الخاصه بالمعمول بتبقى خشب، بس انا طبعا عشان انا غيرت البلان بتاع الحلقه وانا جاي في الطريق، فبتجيبوها بتبقى الخشب موجوده. انا هدهن دي زيت، شويه زيت صغيرين كده في الفورمه. عند اي فورمه، سواء الفورمه دي ممكن تشتغلوا في فرم مختلفه بقى. شويه زيت صغيرين اهم. هدهن الفورمه بتاعتي دي زيت عشان تنزل معايا كده اهي. الفورمه اتدهنت زيت. وهاخد العجينه بتاعتي اهي بتاعت المعمول اهي، بصوا عامله ازاي اهي. هاخدها كده في ايدي اهي، في قلب ايدي، وهاخد فيها حته من العجوه اللي انا عاملها وهدخلها جوه. حشو المعمول بتاعي اهو كويس اهي. العجينه بتاعتي اهي، هضغطها هنا تاخد شكل القالب اللي انا بعمل فيه. في مشكله لحد دلوقتي يا مخرج؟ امان. نجيب كده الصاج وافضي المعموله بتاعتي اهي. بصوا ابتدي افضيها فين؟ اطلع الكحك بتاعنا. بص الكحكايه بتاعتنا اهي طلعت من الفرن اهي.
نسيبها تبرد شويه، خدت اللون اللي احنا عايزينه والبسكوت عندنا في المكنه. كويس. نعمل واحده صغيره، معمول صغيره، انا مش عامل حاجه جاهزه يا جماعه، انا كله بنعمله مع بعض. اهو المعمول اهو، واخد فيه شويه من الحشو وهقفله كده، وتنزل معايا المعمول اهي. في فورمه بتاعت المعمول موجوده في السوق، حضراتكم هتلاقوها موجوده عند بتوع الخامات. بس نعمل دول مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. ادي المعمول بقت عجينه طريه، يعني رغم ان احنا عاملينها بدقيق سمونينا بس بقت عجينه طريه وزي الفل معايا. هكبسها كده اهي في قلب الفورمه. طبعا الثانيه بيبقى فيه ملكه ليها ان انا اخبطها، بتبقى خشب وبتتخبط فبيطلع معايا المعمول منها زي الفل. كويس. ما عنديش الفرن اعمله يدوي اهي، اخد دي كده اهي عندي، ادعكها اخدمها، افتحها من النص بتتفتح معايا اهي، احط فيها الحشو واخدمها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطها عندي في الصاج. وممكن اعملها بالستامب او بالبصامه العاديه دي، اكنه البصامه العاديه. يبقى انا ممكن اتحايل على الظروف اللي موجوده عندي. لو انا ما عنديش الخشب اللي انا اقدر اعمل بيه، اقدر اعملها بطريقه ثانيه. حلو لحد كده. هنعمل بس كام واحده في السريع وندخلهم يستووا على ما احنا ما نجهز الحاجات بتاعتنا. ادي المعمول بتاعنا اهو طالع زي الفل، حتى بيتعمل احسن من الكحك بالبصام. يبقى كده دي طريقه معمول ظريفه جدا، حضرتك جربيها في البيت هتعجبك. العجوه اللي عندي دي اعملها ازاي؟ هجيب حضرتك، هتجيبي نص كيلو من العجوه اللي موجوده عندي مفرومه ناعمه، وهحط معاها حوالي 100 جرام من السمنه، احط معاها كمان شويه سمسم، حوالي فنجان من السمسم، وادعك الخليط ده كله مع بعضه قوي. بعد ما يدعك عندي كويس ويتخدم مع بعضه كويس، خلاص كده بقى جاهز. ابتدي اخده وابتدي احطه في الحشو عندي. قلنا الخليط بتاع المكسرات، هعمل الخليط المكسرات عندي، هجيب عين جمل واحط عليه ماء زهر واخلطه كويس جدا مع بعضه كويس قوي، واعجنه مع بعضه واحط له شويه دقيق سمولينا عليه عشان يمسك مع بعضه كويس قوي. هنعمل شكل تاني كده. بصوا الموضوع بسيط اهو، بلفها في ايدي اهي، العجينه ماشيه معايا زي الفل. ده معناه ان العجينه بتاعتنا ناجحه الحمد لله وكويسه. احط شويه، هقفل عليها طبعا عشان الخليط اللي انا عامله ده جاف، هتلقوا فيه نسبه هواء، فلازم اضغط عليها. عشان كده بنعملها في فورمه او في ستاند. خلاص كده هاخد الكلام ده اوديه الفرن، مش مهم عندي يرتاح ولا الكلام ده كله، خلاص هو كده جاهز عندي. هاخده زي ما هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هدخله الفرن على درجه حراره كام بقى يا شيف؟ الكلام ده يخش على درجه حراره 220. المعمول ما بياخدش وقت يا جماعه، المعمول ما بياخدش وقت في الفرن. الكحك بياخد عندي تقريبا من 20 ل 25 دقيقه تسويه، المعمول ما بياخدش الوقت ده. خلاص يبقى كده المعمول خلص والكحك خلص عملناه. تعالوا نرجع للبسكوت بتاعنا اللي احنا بدأنا فيه. السمنه عندي شغاله، هبتدي اجيب البيض. ادي اول بيضه، احنا قلنا 2 بيضه، واضرب البيض كويس قوي. احط البيضه الاولى تتضرب معايا كويس، اخد الثانيه، وستيب باي ستيب كده واحده بواحده نقول هنعمل ايه في الخليط اللي عندنا. يبقى انا بكسر كل بيضه لوحدها ليه؟ دي مهمه جدا. ان انا البيض اللي عندي ممكن امرره الاختبارات، احطه في ميه، لو البيضه نزلت وغطت في الارضيه تبقى البيضه سليمه، لو عامت على جنبها يبقى بقى لها يومين، او متباضه بقى لها يومين، انتاج يومين او 3، لو عليت لفوق تبقى البيضه فاسده مش نافعه. بالطريقه اللي انا بعملها دي ان انا بتاكد ان البيض عندي سليم ما فيهوش مشكله. هنا خلاص بدا يمتزج معايا البسكوت. البيضه الاولى احط البيضه الثانيه واسيبه برده يضرب. بعد ما احط البيض بياخد عندي 5 دقايق ضرب. بصوا حضراتكم، يعني بياخد عندي وقت. المنتجات بتاعتنا دي بتاخد وقت زياده عن اللازم. زي ما انتم شايفين احنا البسكوت بياخد وقت طويل، اجلناه اخر حاجه علشان نديله فرصه
انه ياخد وقته زي ما هو ما عايز، ما يعمل لناش قلق واحنا شغالين. خلاص كده يضرب، كل ما ضرب عندي كل ما اداني نتيجه افضل. يعني ايه اداني نتيجه افضل؟ دخل معايا بدا يمتص الهواء، بدا ياخد هواء، بدا يديني اوفر رن. الزبده والسكر والبيض بداوا يعلوا مع بعض، عينه لحد فوق وخد اللون الابيض الجميل اللي انا محتاجه. يفضل عندي الدقيق. قلنا الدقيق اللي حضرتك بتحطيه للخليط اللي عندنا ده من 700 ل 750 جرام دقيق. لو انا حطيت على العجينه لبن ونشادر، حطيت لبن ونشادر للبسكوت، هياخد شكل تاني. يعني ايه هياخد شكل تاني؟ هيبتدي البسكوت يبقى فيه شده شويه، فده بيتقطع معاكي في المكنه سهل. لو انا عملته بالطريقه العاديه وبقطعه بالكيس بقل، ما بحطش لبن خالص وما بحطش، انا ما بحبش احط نشادر عموما، لكن حضرتك ممكن تحط النشادر. هاخد كده بيكنج باودر، احنا قلنا نص باكو، حطي باكو بيكنج باودر على الكميه اللي احنا قلنا عليها اللي هم 750 جرام دقيق. 750 جرام دقيق او 700 جرام دقيق بياخدوا معلقه بيكنج باودر. لو انا مش هحط نشادر ياخدوا معايا معلقه كامله، او ياخدوا باكو كامل. لو انا هحط نشادر، في حاله ان انا اكون هحط نشادر مش هحط الكميه كامله، هحط نص باكو او نص معلقه من البيكنج باودر، وهحط معاها ايه؟ يبقى نص معلقه من البيكنج باودر، وهحط معاها معلقه صغيره من النشادر متدوبه معايا في معلقتين من اللبن، واضيفهم مع بعض واسيبها عندي تتظبط. خلاص كده البسكوت جاهز معايا. طبعا انا صدعت من المكنه وانتوا اكيد صدعتوا. خلاص كده اهو. تعالى بقى معايا يا بولا كده واحده واحده نشوف احنا هنعمل ايه. المكنه دي خلاص مش عايزها هنا. نبتدي نمزج بقى، او اللون بتاعها بقى عامل ازاي، او الزبده الصفراء عندي خدت اوفر ران وعليت وادتني نتيجه هايله جدا ومتماسكه اكني بضرب كريمه. لحد كده كويس. هجيب عندي الايه؟ الدقيق، وابتدي انزل بالدقيق. ما دام المقدار بتاعي مظبوط انزل مره واحده مفيش مشكله خالص، وابتدي ادوب. هقلب بقى الخليط اهو. بصوا حضراتكم ما بعجنش يا جماعه، ما بعجنش. ليه ما بعجنش؟ عشان الخليط بتاعي ما ياخدش مني عرق. والدقيق اهم حاجه، الدقيق اللي انت بتشتريه، الدقيق اللي انت حضرتك بتشتريه تجيبي دقيق ايه؟ هتجيبي حضرتك دقيق يا اما متعدد الاغراض يا اما دقيق كحك وبسكوت. يعني دقيق يا اما يبقى متعدد الاغراض يا اما دقيق كحك وايه؟ وبسكوت. كده العجينه بتاعتي دي بصوا حضراتكم اهي النتيجه عندي. بصوا بصوا البسكوت عامله ازاي؟ تحسوا انها مش معجونه، مش مختلطه جامده جدا مع بعض. الدقيق مجرد انه دخل معايا خلاص زي الفل. هاخد كده الكلام ده وابتدي اجيب كيس. لو عندي مكنه هقطع بالمكنه مفيش مشكله، ما عنديش مكنه يبقى نقطع بالايه؟ بالكيس. ما تنسوش عندنا المعمول في الفرن شغال زي الفل. بصوا المعمول هيبتدي يزيد عندي، هلفه بس الاول. بصوا يا جماعه المعمول بقى عامل ازاي؟ بدا يزيد وبدات تفتح معايا. بصوا شكلها عامل ازاي؟ الله عليك. حلو. هنرجعه تاني هتلاقوه بيزيد وبدا يستوي، وعندي ماء ظهر ريحته بتظهر معايا وتظبط معايا الكلام كله. تعالوا نقطع البسكوت بتاعنا. هنجيب كده كيس ونجيب الصاج، يا اما اقطعه ببلبله مشرشره ده الطبيعي، يا اما اقطعه ببلبله ساده زي ما حضراتكم ما تحبوا. طب ازاي اقدر اعمل ده مانيوال او اعمله يدوي؟ هقول لكم دلوقتي تعملوه ازاي يدوي حالا. هاخد كده شويه اهو عندي العجينه بتاعتي اهي. طب لو شد معايا عرق بقى يا شيف وانا شغال، دي تركه مهمه جدا اللي الناس كلها بتقع فيها. لو العجينه شدت معاكي عرق وانت شغاله يدوي او في المكنه، حضرتك بتضيفي لها معلقه زيت. تضيفي ايه؟ معلقه من الزيت وتكملي عادي خالص. ادي البسكوت بتاعي انا هقطع ببلبله ساده اهو، بسكوت ساده. ادي البسكوته بتاعتي. بصوا البسكوته ماشيه معايا ناعمه جدا، يعني انا بقطع ببلبله
ماشيه معايا ناعمه جدا، ما فيهاش ادنى مشكله. وبقطع على فكره يا جماعه برضو من الاختبارات الصعبه جدا ان انا بقطع بكيس بلاستيك، مش كيس ايه، مش الكيس اللي هو الخامه بتاعه الاكياس بتاعه الحلواني بتبقى اكياس تخينه او قوامها تخين، فبتبقى الكيس بيتحمل ان انا اضغط وتبقى العجينه تقيله. العجينه دي لو تقيله كان الكيس ده اتقطع طبعا وما كانتش نزلت من البلبله، والبلبله رفيعه كمان. كويس. هاخد الكلام ده واوديه فين؟ في الفرن، بس على درجه حراره كام؟ الاول احنا قلنا ده 220 درجه، المعمول اللي في الفرن 220، الكحك بسويه من 180 ل 200، البسكوت بيستوي على 180. طب احنا عندنا وقت قد ايه؟ طيب هدخل ده معايا وهنزله في الفرن عندي من تحت، فهتبقى الحراره اللي واصله له اقل من اللي فوق، واول ما هنطلع باللي فوق ده هنبتدي ننزل الحراره عندنا. تعالوا نقول لو عايز اعمله يدوي بقى. تعالوا مدام مها. الو مدام مها. الو الو السلام عليكم شيف خالد. عليكم السلام يا مدام مها. يا شيف خالد انا بشتكي لك على الهوا من الجماعه في الكنترول. انا في ايه؟ الو ايوه يا شيف خالد. امور يا فندم. الامر لله الله يخليك، انا مستنيه حضرتك على الخط والحلقه خلصت وانا يعني لا مني استفدت منها ولا قادره اكلم حضرتك. انا اكيد انا اللي غلطان. لا طبعا حضرتك مش غلطان، هم الجماعه في الكنترول انا بشتكي. احنا اسفين يا فندم، تحت امرك. الله يبارك لك الله يبارك لك يا شيف. شيف لو سمحت عايز اسال حضرتك بالنسبه للكحك. لما بنيجي نعمل الكحك بيحصل تشققات كده في الكحك، ده بيبقى عيبه ايه؟ ما انا قلت لك لو انا لا انا قاعده على التليفون حضرتك بقالي ساعه. طب اقفلي التليفون، في اسئله ثانيه غير كده؟ لا شكرا. حاضر يا فندم. شكرا. نقول دلوقتي عيوب الكحك. ليه الكحك ممكن يشقق؟ اولا يا اما نسبه الميه عندي زياده فتشقق وتخلي الكحكه تنشف قوي، يا اما ما حصلش دمج كويس جدا للعجينه بتاعتي وانا بعمل لها بس ما بتتبسش كويس، فالدقيق ما تشربش من السمنه، فعشان كده بدا يعمل معايا ايه؟ بدا يشقق معايا. او انا عجنت وقطعت زي ما انا ما قطعت كده وعملت ستامب، بدات ابصم عندي، وانا ببصم كانت الكحكه نشفت، الايدام بتاعها اتشرب جواها، الجلوتين بدا ينتشر وبدا يشتغل عندي في الكحك، فيبتدي يمتص معايا السمنه فتبتدي تشقق معايا. احنا وانا بطلع دي بصوا الكحكه من نعومتها اتكسرت، يعني بصوا الكحكه ناعمه ازاي؟ ناعمه جدا. فاهم حاجه ان انت وانت بتعملي الكحكايه ما تستعجليش عليها، اخدميها كويس جدا هتطلع معاكي النتيجه كويس قوي. بالنسبه اللي احنا عملناه دلوقتي، انا بس عايز اوريكم حاجه ظريفه جدا. احنا عجلنا مع بعض البسكوت، وبعد ما عجناه وقطعنا منه بالكيس وطلع رفيع وزي الفل، اللي هم 700 جرام. 700 جرام دي انا لو عايز اشكله، عايز اديله طعم تاني، واحنا قلنا ان احنا بنسهل على نفسنا في الحلقات بتاعتنا، المدرسه بتاعتنا دلوقتي ازاي نسهل المطبخ ونسهل الحلواني. هاخد شويه دقيق وممكن اطعم، ممكن ادي شويه قرفه، ادي شويه كاكاو زي ما انا عايز. شويه دقيق واخدم تاني، ازود شويه دقيق صغيرين واخدم العجينه بتاعتي كده في المكنه. هوريكم دلوقتي وانا بخدمها. بصوا وانا بخدم واحده واحده بدات تتغير. بصوا حضراتكم بخدمها اهي، بعجنها تشرب الدقيق تبتدي تتغير معايا. التغير اللي هي بتتغيره ده بيغير من خواص العجينه او القوام بتاع العجينه، فتبتدي تتحكم فيها حضرتك في البيت او حضرتك وانت بتعجنها تتحكم فيها. العجينه اتغيرت، ما بقتش هي نفس العجينه. شويه الدقيق الصغيرين مع شويه الخدمه اللي احنا عملناهم هيخلوا العجينه بتاعتي تختلف تماما، والمعمول بيقول لي انا اتعملت خلاص. هاخد كده العجينه دي كده العجينه بالشكل ده بالملمس ده تشتغل مكنه زي الفل. شفتوا الفرق ايه؟ ان انا خدت العجينه اديتها رشه دقيق، شويه دقيق صغيرين وعجنتها، بدات تعمل معايا ايه؟ ادتني مقطع تاني. دي اقدر احشيها، العجينه دي اقدر اعمل بسكوت بالعجوه. يعني انا لو خدت العجوه اللي عندي دي كده وهاخد العجينه بتاعتي البسكوت بتاعي ده اهو وهبططها كده، وهاخد العجوه اللي عندي دي زي ما هي كده. بصوا العجوه، قلنا العجوه بدي سمنه وابتدي احطها هنا كده عندي في النص. يا مدام سحر. الو السلام عليكم. انا مستنيكي من بدري يا مدام سحر. وانا كمان. ينفع كده؟ لا ما ينفعش، انا اللي غلطانه معلش. اموريني. الامر كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا فندم. بصي بقى اتفق، انا عندي الكحك فيه مشكله جامده جدا. الكحك لما بعمله ببقى احس ان هو عيش مش كحك. بيبقى ايه؟ عجين مش كحك. عامل زي العيش، يعني بيتنفخ جدا معايا وما بيبقاش ناعم خالص، مع اني بحط نفس مقدار السمنه اللي حضرتك بتقول عليها والتسنيك كله صح تقريبا، بس ما اعرفش ايه بقى العيب في الدقيق ولا العيب في الزبده، بينفش جدا معايا. لا اشرح لك تاني حالا الكحك ومشاكله، عينينا. ارجوك الله يخليك. حاجه ثانيه بعد اذنك، عايزه البسكوته اللي هي بتعمل بيها التيراميسو. بتعمل بيها ايه؟ التيراميسو. عينينا، نقول برضو بسكوت التيراميسو. حاضر عينينا.
شكرا ليك يا فندم. نقول دلوقتي يا مدام سحر المشكله الكحك، نعيد مشاكل الكحك من اول وجديد. بصوا البسكوت اللي بالعجوه، شوفوا الجمال، بسكوت اهي بالعجوه اتحشت عجوه وبقت زي الفل. نطلع الاول المعمول قبل ما يمشي مننا ونوطي الفرن بدرجه حراره 180 واطلع بالمعمول كده. بصوا يا جماعه المعمول اهو طلع معايا المعمول، ما شققش ما اتكسرش ما حصلش فيه مشكله خالص. ده المعمول، هي دي الملمس بتاعه والشكل بتاعه وكل حاجه. يبرد معايا، ما شيلوش من الصاج قبل ما ايه؟ قبل ما يبرد كويس. ادي بسكوت، هاخد البسكوت اللي عندي اللي انا عملته ده اللي بالعجوه واخده ادخله الفرن برده يكمل سواه مع البسكوت اللي عندنا ده. ياخد معايا تقريبا وقت حوالي بتاع 10 دقايق. اشكل البسكوت اللي عندي ده، هاخد الكلام ده واشكله زي ما انا عايز. يبقى انا عندي عجينه البسكوت اهي، ممكن اشكل زي ما انا عايز براحتي خالص. حلو، مع ان انا فاكر ان المحطه بتاعتنا يا ابراهيم. حلو، يبقى عندي البسكوت وعندي المعمول. وتعالوا واحنا بنسكر الكحك بتاعنا اللي احنا عملناه ده، اللي المدام بتسال بتقول ان دايما الكحك بيطلع فيه مشكله عندها وبيشقق معاها. ليه بيشقق؟ قلنا لازم اخدم العجينه كويس جدا، اقلل نسبه الميه ما تزيدش معايا. لو خدمت العجينه كويس ونسبه الميه كويسه، تاكدي حضرتك مش هيشقق معاكي ابدا ولا يحصل عندك مشكله، وهتعملي كحك احلى مما تتخيلي. اهم حاجه عندي ان نسبه السمنه زي ما احنا قلنا عليها، الدقيق زي ما قلنا 300 جرام من السمنه، ده هينعم معاكي قوي. ده ممكن كمان 250 جرام سمنه يشتغل معايا حلو قوي، ربع كيلو سمنه مع نص كيلو دقيق. خلاص كده الكحكايه بتاعتي اهي، هنسكرها ونقول برضو هنسكر كده اهي. يبقى الكحك بتاعنا اتعمل على الهواء واحنا شغالين، دخلنا الفرن سكرنا الكحك حلو كده. تعالوا بقى ايه، نجيب منديل يا مدام هيام. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ ازيك يا فندم؟ ازاي الصحه؟ سلم ايدك. طول ما انت بخير انا بخير يا فندم. ربنا يخليك. على فكره على طول بشوفك وانا اول مره اكلمك، ايه رايك؟ معقوله؟ ايه رايك؟ انا حظي حلو ان انت كلمتيني يا فندم. ربنا يخليك، انا احسن يا حبيبي، ربنا يخليك. واموريني. ربنا يكرمك، سلم ايدك على المعموله، ما شاء الله عليك، سلم ايدك. تسلم يا فندم. السؤال البسكوت، ربنا يخليك، السكر قد ايه فيه؟ السكر 225 جرام سكر على بحط على 700 جرام دقيق، من 700 ل 750 جرام دقيق، بحط 350 جرام زبده مش سمنه، وممكن احط مع الزبده معلقتين سمنه هتديني طعم احلى ولا اروع. طب ممكن بعد اذنك عايزه بسكوت مملح؟ الله يخليك. بسكوت مملح، عينينا، حاضر يا فندم. ربنا يخليك، تسلم عينك ويديك الصحه، ربنا يخليك لاولادك. تسلم يا فندم، تسلم. ربنا يكرمك. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك يا فندم، شكرا لاتصالك. عندي البسكوت عندي في الفرن بيستوي، وقلنا كده الكحك عندي سكرته طلع من الفرن، عجناه اول الحلقه وقطعناه، ما ارتاحش. خدوا بالكم الفكره عندي هنا ان انا ما ريحتش الكحك. يعني ايه ما ريحتش الكحك؟ ما عجنتوش وسبته من بالليل للصبح يرتاح عندي عشان الخميره تشتغل، وتاني يوم قمت من النوم رحت مقطعه، او قطعته وسبته طول الليل عندي وسبته يخمر ويرتاح وبعد كده اسويه. لا، ده انا عملته كله في نفس الوقت، عجنت، خمرت، قطعت، شكلت ودخلت الفرن كمان. نجيب المعمول بتاعنا. الله، المعموله ناعمه قوي قوي، ده معمول يعني. تعالوا بس ايه، طبعا انا قلت لازم نسيبه ايه لما يبرد. بصوا اهو تطلع معايا، هتلاقوها مش ناعمه لدرجه ان هي تتكسر، هي تلاقوها هشه، تلاقوها فيها قرمشه كده وهشه وجميله. الارضيه بتاعتها مستويه، كل حاجه عندي اهي. سيبوها لما تبرد يا جماعه، مالكمش دعوه بيها، انا بشيلها وهي سخنه، انتوا سيبوها لما تبرد. ده كده المعمول بيساوي، قلنا على درجه حراره 280 في التسويه، واسيبه لما يبرد تماما خالص، وبعد كده ابتدي انقل المعمول عندي عشان ما يتكسرش. تعالي انت كده، خليك انت فوق. المعموله عندي ناعمه جدا. ناعمه ليه؟ لان هي رغم ان هي معموله بسميد، دي سميد بس،
ولكن مخدومه كويس ناعمه عندي. شويه الدقيق اللي حطيناهم، حطينا كوبايه دقيق واحده. طب انا لو عايز اعمل المعمول بقى العادي اللي موجود في السوق، هجيب حضرتك كوبايه من السميد، كوبايه من الدقيق، بحط تقريبا 3/4 كوبايه من السمنه، هقولها بالكوبايه عشان الناس اللي تحب تشتغل بالكوبايه. كوبايه دقيق، كوبايه سميد، 3/4 كوبايه من السمنه. بحط السمنه عندي او كوبايه وربع سمنه، كوبايه وربع سمنه، احط كوبايه وربع سمنه. اخلط السمنه كويس جدا مع معلقتين من السكر يتضربوا مع بعض كويس قوي، معاهم شويه الخميره وربع معلقه بيكنج باودر، ويتدوب مع بعضه ويتضربوا عندي باليدوي. بعد ما يتضربوا ابتدي ادفي عندي نص فنجان ميه يدفى عندي. بعد كده اجيب ماء زهر، احط السميد بس مش الدقيق، احط السميد واعجن الاول. بعد ما اعجنه كويس جدا اركنه واحط عليه شويه ماء زهر واركنه لمده ساعتين يرتاح، السميد يتشرب السمنه ويتشرب الماء الزهر. بعد كده هجيب الدقيق وابتدي اخده واحط شويه الميه اللي عندي واعجن الخليط ده كله مع بعض واديله الميه وشويه ماء زهر يتعجن معايا، هيديني ولا اروع، وتجربوه هيعجبكم قوي. انا برضو بقول ادي البسكوته بتاعتنا، احنا قطعنا البسكوته يدوي وقطعناها وقلنا ادي البسكوته بتاعتنا والتسويه بتاعتها وطلعت معايا. وعندي البسكوت اللي احنا عملناه بالعجوه نطلعه حالا. عندنا قد ايه تايم؟ المفروض حلو قوي. على ما الرص ده يكون البسكوت اللي عندنا كمان طلع. بصوا البسكوته دي اهي، بصوا مستويه من تحت مستويه من فوق، ما فيهاش مشاكل خالص. ماشي، حضراتكم تسيبوا البسكوته تستوي عندي. طبعا دي عشان انا مقطعها ساده، لو حضرتك قطعتيها ببلبله مشرشره هتطلع مشرشره، واحنا عملناها قبل كده كتير جدا ببلبله مشرشره. طبعا البسكوت يفضل انه يبرد، ما يتشالش من هنا غير لما ايه؟ غير لما يبرد. هلم كده البسكوت بتاعي اهو واحده واحده. ادي البسكوته بتاعتي، يبقى زي ما انتم شايفين قلنا المشاكل اللي عندنا اللي بتقابلنا، وقلنا ازاي ممكن اتحكم في كل المشاكل اللي بتقابلني ببساطه، اللي هو ايه؟ ان انا لو قابلني مشكله في الكحك اقدر اعالجها من البدايه. الحاجات دي ما ينفعش انا اعالجها في النص، البسكوت اقدر اعالجه في النص. يعني البسكوت لو طلع معايا مش هش ممكن ازود نسبه البيكنج باودر عليه، ممكن ازود اي حاجه براحتي، لكن اهم حاجه عندي في الكحك والمعمول العجنه بتاعتي من الاول لازم اعجن مظبوط. وعندي البسكوت ببلبله ساده، قطعته ببلبله ساده مش ببلبله مشرشره. حضرتك ببلبله مشرشره او بالمكنه هيطلع معاكي احلى. نقول كمان البسكوت بتاعنا اهو، طبعا ده فاضل له ثواني، يعني ده فاضل له شويه. بصوا البسكوته طالعه عامله ازاي. يبقى عندي البسكوت كمان اللي هو بالعجوه، ممكن اخد البسكوته بتاعتي اغير منها تغيير بسيط جدا، ان انا اعجن العجينه، اضيف لها سنه دقيق صغيره واعجنها كويس وافردها ابططها، احط فيها الحشو اللي انا عايزه، وبعد كده ادخلها تستوي. اللون بتاعها من بره ده بيرجع لنسبه السكر اللي محطوطه، احنا مش معليين السكر فعشان كده بياخد اللون بهدوء. بنسويه على درجه حراره 180 لحد ما ياخد اللون عندي، بياخد تقريبا تلت ساعه تسويه، هيطلع معايا ولا اروع. عملنا المعمول، اتمنى تعملوا المعمول بنفس الطريقه دي بسميد بس مع معلقه او معلقتين من الدقيق، هتاكلوا احلى معمول. حبيتي تعمليه ويديكي بس قوام شويه ما يبقاش بسميد بس، اعمليه وحطي عليه دقيق يبقى 1:1، هيطلع معاكي كويس جدا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد على كل اخواتنا المسيحيين.